واش عمرك حسيتي أن الفلوس ديالك كتمشي ليك بلا ما تحس؟ إلا كنتي كتشوف الفلوس غير باش تصرفها، هاد الإحساس غادي يبقى تابعك حتى لآخر نهار في حياتك. ولكن إلا وليتي كتشوف الفلوس كوسيلة باش تبني أهداف في المستقبل اللي غادي ترجع ليك بالربح، غادي تبدل كل شيء. اليوم غادي نوريك عزيزي المشاهد طرق مجربة وبسيطة باش تدخر فلوسك بسهولة، حتى لو كنتي كتعيش على ميزانية محدودة. بقى معايا حتى الآخر الفيديو وما تنقص حتى شي دقيقة. أول سبب اللي كيخلي فلوسك تمشي هو الصرف العاطفي. منين كتكون مضغوط ولا حزين ولا عيان، كتقلب على شي حاجة تفرحك، كتشري تليفون جديد، سبرديلة أو ماكلة غالية. في ديك اللحظة كتحس براسك مزيان، ولكن منين كيدوز أسبوع كتندم، حيت هذيك كانت غير متعة لحظية. تاني سبب، ما عندناش تتبع المصاريف. سول أي واحد فين مشات فلوسك الشهر اللي فات، غادي يقول لك ما عرفتش، حيت فلوس ما كتمشيش مرة واحدة، كتخرج شوية بشوية. 20 درهم هنا، 50 درهم هنا، 100 درهم ليه، حتى ما كيبقى والو. ثالث سبب، ما عندناش هدف محدد. إلا قلت ليك اجمع الفلوس، غادي تقول لي علاش؟ ولكن إلا قلت ليك اجمع باش تشري أرض، اجمع باش تحل مشروع، اجمع باش تعيش مرتاح بلا ديون، هنا كيولي عندك سبب منطقي وهدف حقيقي. هاد قاعدة بسيطة ولكن غتنفعك بزاف. الناس كيصرفوا ومن بعد إلا بقات شي حاجة كيدخروها، ولكن خاصك دير العكس. منين تشد الشهرية ديالك، أول حاجة ديرها هي الادخار. مثال، إلا شديتي 3000 درهم، دير 300 درهم مباشرة في حساب آخر، ما تخليهاش قدامك. إلا بقاو في الكارطة الرسمية غادي تصرفهم. دير حساب خاص بالادخار، مع الوقت غادي تولي متعود، وغادي 10% غادي تولي بالنسبة ليك حاجة عادية. هاد الطريقة كتعاونك توازن حياتك. 50% للحاجيات الضرورية، الكرا، الضوء، الماء، الماكلة، ترونسبور. خاصك تعرف شحال كتحتاج بالضبط. إلا لقيتي راسك كتفوت 50% بزاف، حاول تنقص من شي مصاريف. 30% للراحة، ما يمكنش تعيش بلا ترفيه، ولكن خاصو يكون محسوب. ماشي كل أسبوع مطعم غالي أو لبسة غالية، مرة وبميزانية واضحة. 20% للادخار والاستثمار. إلا ما قدرتيش دابا توصل ل 20%، بدأ ب5%. المهم هو النظام، حيث النظام هو اللي كيصنع النتائج. كاين نزيف صغير كيضيع عليك ثروة مع الوقت، اللي منها القهوة برا يوميا 30 درهم مضروبة في 30 يوم كتساوي 900 درهم في الشهر، وفي عام 10,000 درهم. تصور شنو تقدر دير بهذا المبلغ. جرب تحدي 30 يوم بلا صرف غير ضروري. اكتب كل درهم فين مشى. غير الكتابة غادي تخليك تصرف أقل، حيث غادي تولي واعي. الهدف ماشي غير تجمع الفلوس، الهدف تخلي الفلوس تخدم عليك. منين تجمع مثلا 5000 ولا 10,000 درهم، فكر كيفاش تزيدهم. تقدر تشري سلعة وتعاود تبيعها، تبدأ مشروع صغير، تستثمر في تعلم مهارة تجيب لك دخل. حيث إلا خليتي الفلوس غير ناعسة، تضخم غادي ياكل منه مع الوقت. الادخار ماشي سهل، ولكن الفقر أصعب. إلا ما تحكمتيش في الفلوس ديالك، الفلوس غادي تحكم فيك. ما تنساش تصدق على الناس الفقراء، حيث هذا العمل كيزيد الرزق والبركة في حياتك. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك باش يوصل أكبر عدد من الناس، وصيفط هذا الفيديو لصاحبك اللي كيخسر بزاف ديال الفلوس بلا فايدة. مع السلامة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.